معاناة كبيرة يعيشها المدنيون في محافظة درعا وريفها، وخصوصا بعدما جرى من معارك في عدة مناطق بدرعا، حيث يصعد النظام من قصفه الهمجي بالبراميل المتفجرة وصواريخ الأرض والأسلحة الأخرى على المناطق المحررة التي تحوي المدنيين العزل، مما أدى لارتكاب الكثير من المجازر التي كانت معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، مما جعل العديد من الأهالي ينزحون إلى أماكن أخرى ربما تكون أكثر أمانا يستطيعون أن يختبئوا فيها حتى تهدأ الأوضاع عما كانت عليه. هذا هو مخيم زيتون مركز اللواء الأول للمهجرين في الريف الغربي من محافظة درعا. سنرى هنا حالة اللاجئين. لم تتوقف معاناة الأهالي هنا فقط، بل تزيد مع انقطاع التيار الكهربائي المستمر والذي يدوم لعدة أيام أحيانا، جراء القصف العنيف الذي يستهدف الأحياء السكنية يوميا، مما يؤدي لتقطيع أسلاك الكهرباء بسبب الشظايا المتطايرة. كما تعاني أيضا محافظة درعا من غلاء كبير في أسعار المواد الغذائية والنفطية، وتعاني أيضا من انقطاع متواصل للمياه الرئيسية في عدة مناطق، مما جعل الأهالي يلجؤون لشراء تناكر المياه التي يصل سعر تنكر المياه من 4 أمتار ما يقارب 3000 ليرة سورية. الحي الجنوبي طريق نوى أكسيل، أحد هذا الخط بالبراميل المتفجرة. تزداد معاناة المدنيين في محافظة درعا وريفها بعد حالات الطقس المتردئة التي حلت على معظم مناطق المحافظة، والتي أدت لانقطاع مادة الخبز وتوقف العديد من المخابز والمشافي عن عملها، في ظل انسداد وانغلاق طرق المواصلات بين القرى والمدن في ريف درعا نتيجة تراكم الثلوج على الطرقات. عدم مقدرة